السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات إشراق. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم جبت لكم فيديو جديد، بما أنه كما قلت لكم رانا في يامات العيد، رانا كما يقولوا مع الحلوى. اليوم جبت لكم صابلي بزاف بنينة وبزاف خفيفة. كما راكم تلاحظوا هنا مع المقادير، عندنا 250 غرام زبدة، عندي نص كاس زيت، كاس سكر ناعم، عندي زوج بياض، عندي بيضة كاملة وزوج صفار بيض، عندي ملح ومغرفة لافاني، وبيان سور ما نساوش الفرينه تاعنا، وعندي خميره الحلويات نسيت ما حطيتها لكمش تاع 10 غرام. من جهه هنا جبت ريسيبيون، ضفت الزبده تاعي، من الاحسن تكون بحراره الغرفه، وزيد نضيف البيض تاعي. ضفت هنا زيت، هنا يكون نص كاس تاع الزيت، وزيد تضيفي السكر. نزيد ونروح نجيب بيان سور ما نساوش السكر تاعنا، ونروح نجيب الباتور تاعي ونخلط كل المكونات مع بعض. يلا نزيد هنايا لافاني، مغرفه تاع لافاني، والملح. الملح ما تكتروش، يعني جوست باش يعني يعدلنا الذوق. كما قلت لكم البنات، نروح نجيب الباتور تاعي ونخلط كل المكونات مع بعض بهذه الطريقه. خلطوا برك بالعقل باش ما يطيرش عليكم السكر ناعم. نخلط بهذا الشكل حتى نشوف الكريمه تاعي ولات تبان خفيفه وطلعت، يعني ماشي طلعت مليح ولكن تبان خفيفه. يلا خياتي، انا هنايا شوفوا بعد ما ضربت كل المكونات مع بعض، نبدا نضيف في الفرينه. انا صفيتها، من الاحسن جوزيها هكا في الصيف في الغرباله ولا في الصفايه كيما انا هكذا. ونزيد نضيف لها يعني خميره الحلويات اللي هي كما قلت لكم 10 غرام، ونضيف لها في العجينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه وما تلصقش، يعني طريه وماشي ناشفه بزاف ومنطو ما تلصقليش. فوالا. يلا انا هنايا استعملت يدي هكذا باش نشوف القوام تاع العجينه تاعي كيفاش راهو صافي، عيني هي ميزاني بيان سور ما منتيه، وفي الاخير نتحصل على عجينه طريه وبزاف مليحه. فوالا خياتي، شوفوا هنا العجينه تاعي كيفاش خرجت لي، راهي بزاف طريه وكيما حبيتها، ماشي ناشفه وما تلصقليش. نروح نجيب كيس بلاستيكي، فوالا باش تسهل لنا الخدمه. انا هنا فتحت العجينه تاعي ونروح نجيب هاد الطابع، انا عندي طابع دائري وانتي اي طابع استعملي ولا اللي حبيتي. انا استعملت هاد الطابع الدائري ونجوز كامل على الحلوه تاعي، عفوا على العجينه تاعي هكا. وممكن تستعملي الكيس بلاستيكي، تجيك بزاف سهله باش تطلعيها لانه العجينه تاعنا تكون بزاف طريه. يلا البنات شوفوا هنا كيفاش تجيني سهله كي نطلعها بالكيس تاعي. شوفوا تتنحالي سهله. من جهه كنت راني موجده الفوق تاعي ديجا راهو يسخن، من الاحسن تخلي الفوق تاعك يسخن مليح باش كي ديريها به به تنحيها وبه به طيب لك، لانه لي صابلي ما ياخذوش وقت طويل ويطيبوا. يلا انا هنايا نكمل نعمر كامل السنيوه تاعي بهذه الطريقه، كما راكم تلاحظوا نستفها كامل، وكما قلت لكم الفوق تاعي راهو شاعل من التحت. نروح نديها طيب ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب لي. فوالا خواتاتي، شوفوا هنا بعد ما طابت لي الصابلي تاعي، شوفوا كيفاش جاتني هايله. من الاحسن ما تشعلي لهاش من الفوق. وانا هنايا كنت جبت الكريمه الشاميه او الكريمه حلوه الترك، درت لها في الوسط، وانتي ضيفي لها اي كريمه حبيتي، ديري لها بهذا الشكل وستويها كامل هكا بصبعك باش ما تقعدش تخرج لك الكريمه من برا. وبيان سور بعد ما تعمريها كامل حطيها بتجيه ولا ديريها في فريجيدار من تحت هكذا باش تشد روح هذيك الكريمه هكا باش ما تدوبلكش. يلا خياتي نكمل كامل بهذه الطريقه. شوفوا، وكاين اللي تحب دير لها في الوسط كيما حبيتي ديري لها في الوسط، انا كملت عمرتها بهذه الكريمه لانه بزاف بنينه وسهله وبنينه كما قلت لكم بزاف. يلا نكمل نعمر كامل الحلوه تاعي هكا ونجوزو، ومن بعدا نجوزو ندير لكم واحد طريقه يعني نديروها فوقها بزاف سهله وبزاف بنينه.
يلا خياتي، انا هنا واش خديت السيليكون تاعي هاواك. درت له كيما راكم تلاحظوا كنت ذوبت شويه شوكولا، درت له بهذه الطريقه، ونديرها تمتم في كونجيلاتور به تشد روحها. يعني درت حبيبات برك، ما درتش بزاف، يعني الامانه فقط حبيت نديكوري حبيبات هكا وحبيبات هكا، يعني مش كيف. كما قلت لكم ناخذ نعمر كامل السيليكون تاعي هكا بهذه العجينه اللي ذوبتها، ونديرها في فريجيدار، ونتلاقاو بعد ما تجمد لي ونوريكم كيفاش حنعمروها لداخل. وهنا خياتي بعد ما خرجت الطابع تاعي او المول تاعي تاع السيليكون في فريجيدار، كانت جمدت لي الشوكولا تاعي. انا هنا عمرتها لداخل بواحد الحشو بزاف بنين، كنت ضفت لها شويه جلجلان، شويه قطو مرحي بشوكولا، شويه مكسرات اللي حبيتي. انا درت لها شويه لوز ولميتها بشوكولا سائله، يعني اي ماركه حبيتي ديريها، ودرت لها شويه جلجلان. يلا البنات شوفوا هنايا خرجت لي واحد الذوق بزاف بنين هنايا بعد ما عمرتهم كامل. شوفوا تجيك بزاف سهله باش تنحيهم، باش نديكوريو بهم الصبلي تاعنا. شوفي يجوك بزاف سهلين باش تنحيهم، وكما قلت لكم والبنه بزاف بنينه ولا اروع. نكمل نحي كامل الحبيبات تاوعي نحطهم تكوتي، بيان سور من قبل ما نستعملوهم تعاودي ترديهم في الفريجيدار هكذا باش ما يذوبولكش. ونروحوا نجوزو نشوفوا بعد ما نحيهم كامل. فوالا خياتي شوفوا هنا بعد ما نحيتهم، يعني حاولي كيفاش ما تكسريهمش. انا من تحت ما درت لهمش، ما حبيتش نضيف لهم شوكولا لانه حنحطوها فيها فوقها ديريكت. من جهه خياتي انا هنا راح ذوبت الشوكولا تاعي. اختاري اي نوعيه تساعدك، اي نوعيه تحبيها، كسوسوا بلون كسوسوا نوار، واي ماركه حبيتيها اللي تعرفي لها. انا هنايا جبت الحبيبات توعي تاع الحلوه، كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. شدي وخبطي، يعني كي ديري الحبه تاعك هكذا فوق المغرف هذا، كي ترمي عليها هكا شوكولا، خبطيها هكا باش تحبط كامل هذيك الشوكولا الزائده، ورفديها وحطيها بكوتي هكا باش تجمد لك وحدها، ولا ديريها تمتم في فريجيدار. شوفوا البنات 2 مينوت مام با تصيبوها جمدت. انا درتها تمتم في كونجيلاتور لانه اليوم راهي سخانه زايده، تمتم في كونجيلاتور شدت روحها، يعني ما تعبتش كامل معاها. طريقه بزاف سهله وبزاف يعني تجمد لك تمتم، يعني ما تخافيهاش كامل. يلا خياتي انا نكمل كامل الصبلي تاعي، نديرها كامل الشوكولا. من جهه البنات انا نروح نجيب هذوك الحبيبات الصغار اللي كنت خدمتهم معاكم، اللي يشبهوا يعني البنيون، انا نقولهم هكا يعني بنيون، الكو تاع البنيون، نديرهم من الفوق بهذه الطريقه. شوفوا البنات، لانه علاش قلت لكم ما نديرهمش من تحت شوكولا، لانه حنلصقهم ديريكتومون فوقها. وهنايا نكمل نعمرهم كامل ونديهم الفريجيدار باش يتجمدوا. البنات انا هادو خليتهم بالعاني هكا، ما حبيتش ندير لهم كامل هذاك الشكل، يعني حبيت ندير منه من جهه كما راكم تلاحظوا انا كانت جمدت لي الشوكولا تاعي، وجبت بهذه الطريقه ديكوريتهم من الفوق بهذه الطريقه. جيبي الشوكولا اللي فضلت لك ودير لها هكا هاد الخطوط باش تزيد لك ديكور بزاف شباب. وكنت جبت هاد الحبيبات نزيدو نديكوريو بهم الحبه تاعنا هكذا باش تخرج لنا بزاف يعني بزاف شابه وما نطولقوا ما نحكي لكمش، يعني بنا ولا اروع. في الاخر خواتاتي هيك الصابلي تاعي ولا صابلي بريستيج بزاف بنينه، ونقول لكم ان شاء الله تعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.